حبست الشمس لبشر قط إلا ليوشع ابن نون ليالي صار إلى بيت المقدس. إذن حبست الشمس طال النهار وتمكن من دخول بيت المقدس. هذا يسمى ضريح. نحن بعرفنا القبر البناء الذي فوق الجثة ضريح، وممكن ضريح الحفرة التي فيها الميت يسمى ضريح. هل النبي طويل بهذا طوله هكذا؟ الصحيح لا. الدراسات أثبتت والمعلومات الأكيدة أن الناس كانوا في ذلك الزمان أطوالهم قريبة من أطوالنا، يعني مثلنا تقريبا. ودليل ذلك يعيش جثمان فرعون الذي كان يعيش في ذلك الزمان ما زال موجودا وطوله كطولنا تقريبا. لكن لماذا بني الضريح هكذا؟ الله أعلم. ربما لعدم التأكد من مكان الجثمان أنشئ عليه بهذا الطول، أو هناك سبب آخر نحن لا ندركه. بقي أن نقول هذا النبي عاش 127 عام، وحكم بني إسرائيل تقريبا 30 عام على منهاج موسى عليه السلام. وهذا البناء اللي هو المقام زائد الضريح طبعا تاريخه منذ 7 قرون تقريبا، من عهد المماليك الذين الأيوبيين حكموا مصر وبلاد الشام فترة من الزمان، فاهتموا بهذه المقامات وبنوها. إنما إذا أراد يعني احتاج هذا البناء لما يسمى بالترميم لهذه بين الحجارة، يرمم بين حين وآخر حتى يبقى البناء قويا ومتماسكا وثابتا. نعم. هذا ما يعني يعرف عن هذا النبي. وطبعا الأنبياء أخوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فمن واجبنا كمسلمين أن نؤمن بهم وأن نحبهم وأن لا ننسب إليهم القصص الإسرائيليات الكاذبة أحيانا، كبعض القصص أن هذا النبي قتل بفتح أريحة قتل النساء وقتل الأطفال. هذا ليس صحيحا. هذول الأنبياء دائما يأتوا للناس بالرحمة. وأختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء جاءوا بالرحمة عليهم السلام جميعا. وأهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بارك الله فيك. الله يرضى عنكم. الله اخر معلومه لشخص اللي حاب نعرفها. نعم. لقيتها على الانترنت مانيش متاكد